عزيزي المشاهد، انا وانت عارفين ان في حاجات كتيرة ممكن في العالم تبقى مفقودة. بس انت متخيل ان المفقود ده هو مدينة؟ ازاي مدينة كاملة تبقى مفقودة؟ انا عارف ان الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يبقى غريب، بس ده مش كلام، ده كلام اشهر فيلسوف يوناني، افلاطون. عزيزي المشاهد، احنا هنتكلم النهارده عن مدينة اطلانتس الضائعة اللي الكل وصفها انها جنة على الارض. احنا مش هنتكلم في القصة بتاعت النهارده، احنا محتاجين نرجع كده فلاش باك كده لحد سنة 360 قبل الميلاد. سنة 360 قبل الميلاد يطلع لك افلاطون يحكي لنا قصة غريبة جدا في محاورتين مشهورة، واحدة اسمها تيماوس والتانية اسمها كرتياس، وبيحكي فيها عن مدينة اطلانتس. بيقول افلاطون ان جده حكى له قصة ان هو كان في مصر من 3000 سنة، وهو في مصر قابل كاهن مصري وبدأ يحكي له عن جزيرة غريبة جدا. الجزيرة دي على حسب كلام افلاطون ان هي قد اسيا الصغرى، كان بالظبط في نص المحيط الاطلسي عند اعمدة تسمى اعمدة هرقل عند مضيق جبل طارق. الفكرة هنا بقى يا صاحبي ان الفكرة ان هي مش في حجم المدينة ولا في مكانها، الفكرة في الناس اللي جواها. حسب كلام الأخ إفلاطون إن الجزيرة دي كانت ثقافتها متقدمة جدا، كانت بمثابة دولة منفصلة عن العالم. قال إن اللي كان بيحمي الجزيرة دي هو الإله بوسيديوم إله البحر. بوسيديوم خلى ابنه أطلس ملك على الجزيرة دي، عشان كده اتسمت بأطلانتس. كتر ما الجزيرة دي كانت متقدمة كانت مصنفة من أقوى الأماكن في العالم، عندهم أقوى جيش في العالم، متقدمين علميا في كل حاجة، لدرجة إن بعض المؤرخين وصفوها بإنها جنة على الأرض. بس هنا بقى يبدأ الحوار. الجزيرة دي الناس اللي عليها كانوا أقوياء جدا، لدرجة إنهم بدأوا يستغلوا قوتهم دي في الشر، وابتدوا يموتوا في الناس، وعملوا واحدة من أقوى الجيوش في العالم، وبدأوا يموتوا ناس كتيرة ويغزوا العالم لحد ما قابلوا أثينا. أثينا دي اللي هي اليونان، وفي الوقت ده ينزل عليهم عقاب من الإله زيوس، يحصل للجزيرة دي زلازل عنيفة وفيضانات تغرق الجزيرة كلها. القصة اللي أنا لسه حكيها دي هي القصة اللي اتكلم عنها الحاج إفلاطون في المحاورتين بتوعه. أنت عزيزي هتيجي تقول لي دلوقتي ده ما ممكن يا يوسف المؤرخين اليونانيين دول يكونوا بيألفوا، يقعدوا يقولوا لك ده عمل وخلى وسوى، ويطلع الكلام ده كله أصلا أساطير. بص يا عزيزي، بما ان انا راجل مؤمن بالله، ولا هقول لك بقى ولا في اله زيوس ولا اله البحر ولا الكلام ده كله من اساس، بس مش معنى ان القصه فيها اله يبقى القصه دي كلامه خلاص. لا، خلي بالك، دي كانت المعتقدات اللي صارت عليها ساعتها. احنا ملناش دعوه، احنا لنا دعوه بالقصه ذات نفسها. دلوقتي انت تقول لي يعني هل ممكن الجزيره دي تكون موجوده؟ بص يا ابو الصحاب، اللي وصفه افلاطون ده كان فيه جزء كبير منه صح. وقعت ايدي على بعض من الادله. بتقول ايه بقى الادله دي؟ الأدلة الأولى بتقول إنهم اكتشفوا سور كبير جدا في المحيط الأطلسي، واللي طوله حوالي 120 كيلو، ده كان سور طويل جدا. بما إن أطلانتس أفلاطون ذكر في المحاورات بتاعه إن هي في المحيط الأطلسي، بيقولوا إن السور ده غالبا كان سور المدينة. فيجي موضوع السور ده منتشر، يجيلك بعثة من بريطانيا تاخد لك صورة بالأقمار الصناعية لساحل أسبانيا. المفروض إن ساحل أسبانيا ده هو المحيط الأطلسي، ولقوا حاجة أشبه بحلقات صخرية. لما رجعوا للمحاورتين بتاع أفلاطون لقوا إيه؟ لقوا إنه قال إن أطلانتس كان على شكل حلقات من الصخور. كده الراجل ما كانش بيكذب. تالتة تابتة بقى زي ما بيقولوا، ولا إيه؟ من فترة صحيفة الديلي ميل نزلت مقال بتقول فيه إنه في مجموعة من علماء الآثار لقوا سفينة غرقانة على ساحل صقلية، بالتحديد في مدينة جيلة على عمق 300 متر. بالفعل الغواصين نزلوا عشان يشوفوا السفينة دي جواها ايه، إذ يفاجئ انهم يلاقوا على السفينة دي 39 سبيكة. انت تقول لي 39 سبيكة ايه؟ هقول لك انا 39 سبيكة من بعد معدن الاويكالكوم. ده معدن اسطوري، يعني كان موجود زمان وخلاص بح، مش موجود دلوقتي. دلوقتي انت عزيزي المشاهد هتقول لي ده ايه علاقة ده بأطلانتس؟ جاي لك في الكلام اهو. عمك افلاطون كان كاتب في رواياته وقال ان المعدن ده كان شائع في اطلانتس، ده معناه ان السفينة دي كانت من اطلانتس. او زي انهم يلاقوا اثار من مدينة على شكل اهرامات غرقانة في المحيط الاطلسي جنب مثلث برمودا. ناس كتير بيقولوا ان دي غالبا كانت اطلانتس. هل ممكن المدينة دي فعلا تكون موجودة؟ جايز فعلا تكون موجودة، اصل مش حاجة غريبة ان مدينة تغرق. ما هو زي ما افلاطون قال المدينة دي كانت متقدمة جدا، زي المدينة دي غرقت، ومريب جدا انه مفيش ولا واحد نجا منها.
او انت دلوقتي عزيزي المشاهد عرفت كل حاجه عن مدينه اطلانتس، ولسه ولا حطيت لايك ولا حطيت اشتراك. انزل دلوقتي حط لايك والاشتراك عشان تنضم للجيش بتاعي، وما تنساش انه مخافيا كان اعظم. وبيس يا صاحبي.